السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الحبيب. مرحبا بكم فيديو جديد في قناتي، قناة اختكم امال ادم. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم 3 ديال الحويجات. اول حاجه هي هاد الكيكه هذه اللي راني موجده لها المقادير هنايا. هذه الكيكه ديال هاد البسكوف ديال لوتوس، وغادي يكون فيها داخل حتى هاد البسكوي لوتوس. صراحه كتجي بنينه وزوينه، وكتجي ديال تحميره الوجه، شي حاجه بريستيج هكا اللي تقدميها لضيوفك. انا جاي عندي الضياف. الوغ غندير 3 ديال جوج كيكات وملوي. وان شاء الله نتمنى انه تجربوها وتقولوا لي توليو لي الفيديو وتقولوا لي الراي ديالكم كي جاتكم. دابا غادي نخليكم مع المقادير، ومن بعد ان شاء الله من غنسالي هذه غنشارك معكم الكيكه الزوجه اللي غتكون ديال البيستاش وديال الكريمه ديال البيستاش، حتى هي شي حاجه بريستيج، شي حاجه زوينه وبنينه. وغنشارك معكم الملوي. حتى الناس اللي عمرهم ما صايبوا الملوي غادي ينجح معاهم، وغتبعوا هاد الطريقه هذه عمرو ما غادي توليو ديروا شي طريقه اخرى، غادي تعجبكم ان شاء الله. الا كنتوا وصلتوا حتى لهنا ما تنساش انكم تخليو لي تعليقاتكم في التعليقات، وتخليو لي واحد الجيم كما يقول واحد الصبيح. وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه باش هكا تشجعوني اكثر، وهكا نزيد نبارطاجيها مع الناس اكثر. دابا غنسال معكم الكيكه الاولى، بقاو معايا في المقادير. هاني معكم. اول حاجه غنديروا البيض. انا درت هنا في هاد الطراب حيتاش هذاك الميكسر اللي نطحن فيه اللوتوس خاسر لي. انا درت في هذا غادي نطحن هنا كلش، وغادي يجيني من الاول سائل. غادي نزيد السكر، غادي نزيد هاد الساشي ديال الفاني، غنطحن كلش شويه. عاد نزيد المكرونه، غنزيد الزيت، وغادي نزيد هاد الياغورت ديال بيرلي. وغنزيد معلقه ديال هاد البسكوف هذا. تقدروا تستغناو عليه، ولكن كيزيد يركز لكم ديك النسبه ديال اللوتوس. صافي هنا غادي نزيد هاد البسكوت، غادي نزيد شويه بشويه باش يتطحن لي. نخاف توقف لي الباطير. هاد المولينكس وملا شي سميه ما قلتهاش هي هذيك ما ديروش عليا، لحقاش راني عاد جيت من الخدمه ايوا وجيت نصايب هذا. حقا نسيت الخبصه ديال الملح غادي نزيدها غير لتحسين الذوق. ما غنديرش كاع هاد البسكوي هذا حيت بان لي جا ثقيل، فين غادي عاد نزيد شويه الدقيق. ها هي هذا هو الخليط. مش عارفه واش غيبان لكم. هنا غادي نزيد معكم، ها هو هنا غادي نزيد الدقيق. غادي نديرو في واحد البول، وغنزيد عليه الدقيق ونزيد الخميره والمعلقه ديال الخل. كتجي من الداخل زوينه وبنينه. هنايا غادي ندير جوج ديال الخميرات،
وغادي نزيد معلقه ديال الخليط كبيره. شوفوا كي كيتفشفش، كيعطيها واحد التفشفيشه هذاك الخليط، حتى فاش كطيب كيعطيها واحد التفشفيشه زوينه. ديما زيدوا ديك المعلقه ديال الخل، في التالي كتعطيها واحد الطراوه، واحد التفشفيشه واعره. دابا كنديرها في هذا المول هذا، بعد ما دهنتو بالزبده ودهنتو بالدقيق غادي نجي ونكبو الخليط ديالنا. بسم الله بسم الله بسم الله. ديما نقولوا بسم الله باش ربي يبارك لنا في ديك الحاجه اللي كنديرو. هاكا وهذه هي الكيكه ديالي. دابا غادي ندخلها للفران ونرجع معكم. نديرها هنا لتحت ماشي في الوسط، نديرها هنا لتحت. لا كنديرهاش في الوسط وما كنديرهاش الفوق، كنديرها لتحت. كنشعل عليها هنايا، كنشعل عليها 150 160 هكا حتى 170. كنشعل الفوق والتحت، ما كنسخنش الفران. انا بالنسبه ليا ما كنسخنش الفران. هذا بالنسبه ديال الضو. ديال الغاز مانيش عارفه، الناس اللي عندهم ديال الغاز هما نورمالمون غادي يكونوا يعرفوا كيديروا يطيبوا الكيكه ديالهم. بالنسبه ليا انا ما كنسخنش الفران، كندخلها ديريكتومون والفران بارد. كندير 150 160 حتى 170. كنشعل الفوق والتحت وكنخليها طيب. بالنسبه للكيكه ديال اللوتوس ها هي، ها هو كتجي محمره، كيجي واحد اللون فيها زويون. ها هي غادي نخليها تبرد ومن بعد نحطها في طبيصيل وغادي نزوقها معكم. وها هي الكيكه البنات، الصراحه جات رائعه. شوفوا الطراوه، شوفوا الطراوه. صراحه ديك المعلقه د الخل كتعطي واحد ليفي ديالها، كتعطي واحد اللمسه، واحد الطراوه، واحد اللمسه. جربوها ديما بالمعلقه ديال الخل، وهذاك الخل ديال الحامض يا اي خل، ولكن الخل ديال الحامض احسن. الخل ديال الحامض ماشي الحامض، الخل ديال الحامض. صراحه كتجي زوينه بنينه، وكتا في المذاق غادي تجيكم زوينه. وغادي نزوقها معاكم عاد، وغادي يجي الشكل ديالها احسن. يلا بقاو معايا دابا غادي نزوقها معاكم. وبالنسبه للتزيين عندي هنا هذيك الكريمه ديال لوتوس غادي نزين بها. هنايا نتوما ديروا في داك البوش ديال اللي كنديروا فيه لا كريم، ولا في ديك الشكيرات البيض العاديين. انا الصراحه ما لقيتش وما كانش فيا اللي غادي يخرج يمشي يشري، ديبانيت غير داكشي اللي عندي، بصح دباتني شويه. بصح المهم ديبانيت راسي. هنايا صافي بقيت نزينها هكا، وزينتها بدوك الكاطو ديال اللوتوس كما راكم تشوفوا. الصراحه كيجي منظرها زوين، غير هو من الاحسن كما قلت لكم هادو كيجي خطوط رقيقه. من الاحسن زينوها بداك البوش ديال الكريمه. البنات هنا بالنسبه عاوتاني لهذا الكيكه الثانيه حتى هي غادي نحتاج فيها 4 ديال البيضات. عندي هنا البيستاش حتى هو غادي نديرو كما قلت لكم في داك الروبو ديال في المولينكس. عندي هنا كاس سكر، كاس زيت، عندي الكريمه ديال البيستاش. هذه الكريمه ديال البيستاش يعني البيستاش مطحون، ماشي الكريمه ماشي الشوكولا ديال البيستاش. هذه الكريمه ديال البيستاش يعني مسوسه ما فيها لا سكر لا والو، باش تطلق لنا ديك البنه حتى هي.
يوغورت هنايا صراحه عندي غير هاد بيرلي. في الاول درت بيرلي بالعنب في الكيكه الاولى، درتها على حسب الحلاوه لانه كاين بسكويت سكر، هذا ما بغيتش نزيد الياغورت. ولكن دابا لقيت غير هذا، ولقيت واحد عندي في النكهه ديال البنان وما بغيتش نديرو. قلت ندير هذا احسن. عندي هنايا قبيصه ديال الملحه، غندير هي واحد شويه لتحسين الذوق. جوج خميرات حمر، عندي واحد ساشي فاني. عندي كما قلت لكم ديما في التالي مع الخميره تزيدوا واحد المعلقه ديال الخل باش كتعطيكم الطراوه والفشوشيه. بسم الله غادي نبداو البيض. غنديروا 4 ديال البيضات. الا كان عندكم البيضات الصغار على هادو ديروا 5، وعاود على حسب المول اللي عندكم، عندكم المول كبير ولا عندكم مول صغير، واش كتبغيوها طالعه بزاف ولا غير شويه. صافي هنا درت 4 البيضات، زدت عليهم كاس سكر، ساشي ديال الفاني، غادي نزيد كاس زيت. هنا غندير كلشي مره واحده. غادي نزيد هاد اليوغورت، غادي نزيد هاد الكريمه ديال البيستاش، انا بالنسبه ليا هاد الكريمه كافيه مع البيستاش، وغنخلي اللون طبيعي اللي غادي يعطيهني، ما غنزيد لا ملون لا والو. بالنسبه ليا هذا كافي. الا كيبغي يزيد نصح شويه كيبين داك اللون ديال البيستاش يزيد اللون، انا ما غنزيدوش. انا بالنسبه لي انا هذا كافيني. وعندي هنايا كما قلت لكم الملحه قبيصه غير باش نصحوا الذوق. غادي نحطوه هنا، نحيدو هذه نردوها في الجنب، نجيبو البول. دابا غادي نكمل معكم الصوت غير فوا اوف، حقاش راه عندي هنايا قدامي الاشغال في واحد الدار هنا قدامي وراه كاين الحس. صافي قلت غادي هنايا صافي غادي نكمل غير معكم هكا الفوا اوف. هنايا كما قلت لكم صافي من بعد ما خلطنا كاع دوك المقادير غنديرهم في داك لو بول. غادي نزيد دقيق حسب الخليط، 2 خميرات حمر، وهذيك المعلقه ديال الخل. كما قلت لكم ديك المعلقه الخل ديما تزيدوها، ضروري تزيدوها. وغنديرها في داك المول. انا درت المول المربع، نتوما توليو تقدو توليو ديروها في المول الدائري. انا درت المول المربع قلت باش هكا يجيو الاشكال مبدله. بالنسبه للثانيه حتى هي راني حطيتها دابا في الفرن كما قلت لكم، واخا هنا الفران سخون، المهم راه ماشي مجهد. كما قلت لكم انايا كندير 150 160 حتى 170، هنا راه ما وصلش 180. هنا كنشعل على حسب الدقائق، وهنا عندي الفوق والتحت كندير مره واحده الفوق والتحت. غنخليوها طيب. وها هي الشكل ديالها هنا من بعد ما خرجتها من الفران. زينتها بهاد الكريمه ديال البيستاش، هذه الكريمه شوكولا بيستاش. صافي وزينتها شويه من البيستاش من الفوق كيف ما راكم تشوفوا. الصوره راها كتوضح لكم. نتمنى انكم تجربوهم بزوج وتردوا عليا. وغادي نخليكم هنايا مع الشكل ديالها، وغنمشيو نصايبوا الملوي.
بالنسبه للملوي عندنا هنا في البول ديال العجين. انا غنديرها في الماشينه ديال العجين، وانتم تقدروا ديروها بيديكم ولا تقدروا تعجنوها كما غادي نعجنها انا. عندي زلافه ديال الفينو وجوج سلايف ديال الفورس ديال الفرينه. غادي نديروا واحد شويه ديال الملحه، وغادي ندير واحد القبيصه معلقه صغيره غير الراس ديالها ديال الخميره المعجونه صافي. وغادي نبقاو نزيدوا الماء عادي، الماء ديال الروبينين العادي، ما تسخنوه ما تدفيوه صافي، ونخليوها تعجن كيف ما راكم تشوفوا. هو من الاحسن ما تقصحوش العجينه، ما تخفوش العجينه. من الاحسن المسمن نديروه شويه قاصح، سورتو الا كنتو اول مره غادي ديروا المسمن ولا ديروا الملوي بالخصوص، باش هكا ما تغبنكمش في الخدمه. وإلا قصحت وإلا خففتوها بزاف غادي تبقى تسيح لكم بزاف وما غاديش تقدروا تحكموا فيها. من الاحسن ديروها شويه ماشي مطلوقه، وهكا غادي تجيكم في الخدمه احسن. بالنسبه هنايا العجينه من بعد ما عجنتها غادي ندهن يدي شويه بالزيت، وغادي نشدها غنديرها في بلاستيكه، غادي تخليوها ترتاح او موا بعدا واحد نص ساعه. انا حيت كنت مقلقه عليها شويه الصراحه ما خليتهاش كاع نص ساعه، ولكن نتوما باش تجيكم مزيانه خليوها نص ساعه بعد هذيك التاليه. دهنوا يديكم بالزيت، ديروها في الساشيه وخليوها ترتاح على خاطرها، عاد روحوا كملوا الخدمه ديالكم. من بعد ما ارتحت لنا ديك العجينه صافي غادي نجبدوها من داك الساشي صافي. هنا غادي تكون ترخفات ديك العجنه صافي. غادي نجيبو واحد البلاطو هكا ولا طبيسي ندهنوه بالزيت، وغادي نبقاو نقطعوها كبيره، لانه اصلا حنا غادي نبقاو نقطعوهم هكا دوائر كبار. على كيما تدير 3 مسمنات 4، مهم نتوما وعلى حسب البوطاجي اللي عندكم، على حسب البوطاجي من غادي تبقاو تسرحوها. صافي هنا غادي نبقى نقطعها كما راكم تشوفوا، وغادي نخليها ترتاح عاود نص ساعه ونولي نخدمها. من بعد ما خليتها ارتاحت عاود نص ساعه غادي نجي باش نورق. عندي هنا 3 ديال الزلايف كما راكم تشوفوا. زلافه درت فيها الزبده مذوبه مع معلقه كبيره ديال النشا، وزلافه فيها السميده، وزلافه فيها الزيت مع 4 معالق ديال الخميره. المهم هادو هما اللي غادي نورقوا بهم كما راني نقول لكم صافي. وما عقلوا مزيان ولا عاودوا الفيديو. عندكم زلافه فيها زبده مذوبه مع معلقه كبيره ديال النشا، وعندك في البول في هذيك الزلافه الثانيه درت فيها السميده، والزلافه الثالثه درت فيها الزيت مع الخميره مع معلقه ديال الخميره ديال الحلويات، نص معلقه صغيره صافي. هنايا بقيت نسرحها كما راكم تشوفوا. كندهنها بالزيت باش نبقى نسرح. فاش كنكمل التسريحه كنجيب ديك الزبده كندهنها بالزبده، وكنديروا ديك السميده كنقطعها هكا على 3، وكنبقى ندير هذيك الطويه الاولى. مهم كما راكم تشوفوا الطويه الاولى مع الطويه الثانيه، وكنبقاو نروليو. الرولان هو عاود فيه الحكمه. الرولان تبقاو ديروا روله خفيفه، ما تزيروش الروله باش ما يجيكمش مدقس. هذيك الروله خاصكم ديروها غير خفيفه. المهم هاني درت معكم شحال من وحده، نتمنى انكم زعما تفهموا الطريقه. بالنسبه للطياب هنايا درت واحد ورق الزبده، شديت هذيك الروله اللي روليناها كما قلت لكم. من غدروليوها غنخليوها حتى هي عاود ترتاح، المهم شويه بين ما كملنا كاملين. انا حتى كنكمل عاد كنبدا نطيب.
صافي هنايا جبت داك ورق الزبده باش ما يعذبنيش، باش ما تبقاوش تهزوا وتبقى ديفورما معاكم. من الاحسن ديروها هكا، تجيبوا ورق الزبده كتورقوا عليها، ورقوها رقيقه وديروها عاد في المقله ديال المسمن، في المقله هذيك الغليظه. صافي في الطاجين غادي نبقاو نديرو ديك المسمنه 1 2 3 قلبي، 1 2 3 قلبي، غير تشوفيها تشمعت قلبيها. هذا هو عاوتاني كسر حتى في الطياب، يعني ما تخليوهاش تحمر، هذا قلبوها باش تورق، باش تحمر لكم مزيان وتورق لكم مزيان. من بعد فاش من كتحيدوها من انا هنا درت لها غير نص طيبه حيت ما كنتش محتاجه اليوم، درت له نص طيبه. من غادي نعاود نسخنو، غادي نكملوا التحميره. هنايا من بعد ما غادي تهزوه من ديك الطاجين غتحطوه فوق ديك السربيته ولا فوق شي طبيقه ولا، وتبقاو تزدحوه مع اللرد كيف ما راكم تشوفوا. هذيك الزديحه هكا كتخليه كيتحل، تبقاو تزدحوه هكا مع اللرد. وها هو هنايا راكم تشوفوا كيجي مورق، كيجي مورق كما راكم تشوفوا. المهم هنايا راه الطريقه راه باينه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم وهاد الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، وما تنساوش انكم تخليوا لي التعاليق ديالكم، حفزوني وخليوا لي الاشتراكات ديالكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون في المستوى، وتهلاو لي فراسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.